بكره قبل كاس الامم الاوروبيه، يعني مش بكره يعني كاس الامم الاوروبيه ده في شهر 6. بي ان سبورت هتعمل معانا حركه نص كم، وساعتها هنضطر نرضخ ونسلم. الحقيقه الوحيد اللي تابع كان رئيس جهاز حمايه المستهلك اللي هو عاطف يعقوب، اللي كلمني وقال لي انه خد البلاغ اللي عملناه على الهوا معاه واتعامل معاه بجديه، واتصل كمان وده بره شغله بالدكتوره منى الجرف عشان الممارسات الاحتكاريه بتاعه السي ان اي. طالما الشركه سي ان اي دي التابعه للدوله، يعني ما هياش هممها حاجه غير العموله اللي بتاخدها من القطريين وتروح مصر مطرح ما تروح، المستهلك وجهاز حمايته مش هيسيبوكوا تتحكموا فيهم، وخلي بي ان وقطر تنفعكم. السيسي قاعد يتفق ويفاصل في قمر صناعي جديد. نبي يا ريس وفر جهدك وتعبك، القمر مش هيبقى عليه زباين عشان الاجهزه هنا في مصر بتسوق للسهيل سات، فوالنبي ما تضيع وقتك ولا جهدك بناقص القمر الصناعي وبناقص الرياده، ومش فاضل لنا اي حاجه فيها، ولا حد بقى يرجع بعد كده يقول القوه الناعمه بتاعه مصر والكلام ده. والله العظيم حرام عليكم، يعني هتموتونا ناقصين عمر.